بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنبدأ في اليوم الأول في رحلة الفورمة في البيت، وهو عبارة عن تمارين الدفع. تمام، البوش داي. التمارين دي هتشغل عضلات الصدر، وهتشغل الكتف الأمامي والكتف الجانبي والترايسبس. تمام، هنديهم 8 تمارين إن شاء الله. ماشي، لو أنت ما جبتش دمبلز ما تعملش بدمبلز عادي، هات إزازتين مية 2 لتر وابدأ معايا التمارين دي. ولو لقيتهم طوال عليك خليهم لتر، مفيش مشكلة، واحدة في التانية تتطور وتستمر، تبدأ تزود وتجيب دمبلز زي كمان ان شاء الله. هنبدأ بأول تمرين لعضلة صدر. محتاجين منك هتجيب مخدتين زي دول كده. تمام، مخدة عادية خالص من البيت، وتحطهم الاتنين عشان تنام عليهم بالوضع ده، عشان يسمحوا بمدى حركي اكبر للكتف. تمام، وما تخليش ايدك في مستوى جسمك بالشكل ده، لا خليها 45 درجة كده. تمام، وبتطلع بيهم لفوق وبتنزل لتحت خالص، تلمس كأنك هتلمس الأرض وتطلع تاني، تنزل كأنك هتلمس الأرض وتطلع تاني. هتعمل من 8 عدات ل 12 عدة وتريح دقيقة. من 8 عدات ل 12 عدة وتريح دقيقة. من 8 عدات ل 12 عدة وتريح دقيقة، يعني هتعمل 3 مجموعات. يبقى أول تمرين ده 3 مجموعات، كل مجموعة من 8 ل 12 عدة. وما تخليش ايدك كده، خلي ايدك ب 45 درجة. بعد ما تخلص التمرين ده وتريح دقيقة، هتلعب التمرين التاني ده، ان انت هتحط المخدتين فوق بعض بالشكل ده كده. يعني هتجيب المخدة دي وتحطها فوق اختها وتريح عليها كده. تمام كده، احنا هنلعب صدر علوي نفس الشكل ده كده برضو. ايدك مش 90، لا ايدك 45، وتطلع لفوق وتريح. برضو من 8 ل 12 3 مجموعات، والراحة دقيقة. تمام، بعد ما خلصتوا العب صدر سفلي. تمام، نفس المخدتين كده وهم محطوطين، بس انت هتنزل تنام انت على الارض وتخلي وسطك على المخدة العالية دي بالشكل ده كده. تمام، يبقى انت بالوضع ده كده، وايدك برضو 45 درجة، بتطلع لفوق وتريح. برضو من 8 ل 12، من 8 عدات ل 12 عدة و3 مجموعات، وتريح بين كل مجموعة والتانية دقيقة. التمرين الأخير لعضلة الصدر، وهو هنلعب ضغط على الركبة. وما تتعلم الضغط واحدة في التانية هتبقى تعمل ضغط كامل إن شاء الله. هتحط على ركبتك كده وعلى ايدك الاتنين، وبتنزل ضغط كأنك هتلمس واطلع تاني. وبرضو ايدك بتنزل 45، يعني مش بتنزل 90 كده، لا بتنزل 45. برضو من 8 ل 12 وتريح دقيقة. من 8 ل 12 وتريح دقيقة. من 8 ل 12 3 مجموعات، كل مجموعة من 8 ل 12 عد. وبكده نبقى عملنا 4 تمارين لعضلة الصدر بأشكال وزوايا مختلفة، تبقى كافية جدا لعضلة الصدر. دلوقتي باقي معانا كتف أمامي وجانبي والتراي. نبدأ بالكتف الأمامي. هتجيب ازازتين المية اللي انت ماسكهم، تحطهم قدامك كده، مش تزود 90، لا برضو 45 درجة، وبتطلع لفوق وتريح. تطلع لفوق وتريح. برضو نفس الكلام، من 8 ل 12 وتريح دقيقة. من 8 ل 12 وتريح دقيقة. من 8 ل 12، يعني 3 مجموعات، وكل مجموعة من 8 ل 12 عد. تمام، وكنا شرحنا طبعا الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات. طيب، بعد ما لعبنا الكتف الأمامي هنلعب الكتف الجانبي. رفرفة بنفس الدمبلين أو إزازتين المية اللي عندك. تفتح ايدك الاتنين للجنب كده وتريح بنفس الوضع ده كده. من 8 ل 12 3 مجموعات كده. هيبقى باقي لك ايه؟ هيبقى باقي لك التراي. الترايسبس عضله ليها 3 رؤوس، في عضله كبيره هنديها تمرينين مش تمرين واحد. اول تمرين هتاخد وضع الحصان كده، وتمسك الدمبل في ايدك كده على الجنب، تفرد ايدك لورا وتريح. ايدك ثابته في جسمك ما بتتحركش، التراي بس هي اللي شغاله.
3 مجموعات، كل مجموعة من 8 ل 12 عدة، بتريح بين كل مجموعة والتانية دقيقة. خلصنا التمرين ده، هتجيب المخدة اللي انت كنت نايم عليها وتنام عليها تاني. هنديها كمان تمرين للتراي عشان عضلة كبيرة شوية. هتنام عليها، ترجع ايدك الاتنين ورا راسك كده نفس الشكل ده كده، ترفع ايدك لفوق وتريح. برضو 3 مجموعات من 8 ل 12 كده. يبقى احنا ادينا العضلات الكبيرة زي عضلة الصدر 4 تمارين، العضلة المتوسطة زي الترايسبس تمرينين، العضلات الصغيرة الكتف الأمامي والجانبي تمرينة كل واحدة فيهم. التمارين دي كافية جدا في يوم الدفع. تمام. عايزين بقى التمرينه دي كلها، الدفع ده كله اعمله مرتين في الاسبوع زي ما نزلنا الجداول اللي لسه نزلنا الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش طبعا شوفه عشان هتقسم لك الدنيا وتعرفك ازاي تقسم الدنيا على حسب الايام اللي انت فاضي عليها. الفيديو بقى الجاي ان شاء الله هيكون عن تمارين الظهر. هنعمل تمارين الظهر شامله كل حاجه، برضو هتعملها بازايز الميه او بالدمبلز بس، مش محتاجين اي ادوات تانية ان شاء الله. نشوفكم الفيديو الجاي يوم الخميس الساعه 6 على خير. متنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ونساعد بعض كده ان احنا نتمرن ونعمل فورمه حتى لو في البيت. تمام. وطبعا تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك الفيديو الجديد اول ما ننزله ان شاء الله، وتكتب تم في كومنت. نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.